السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سومة. لو أول مرة بتشوفيني، دي قناتي كريز وجليز. عاملين إيه يا كتاكيتو بني؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وفي سعادة إن شاء الله. بصوا بقى يا حبايبي، أنا نزلت أجيب شوية مشتريات. بسم الله ما شاء الله على الأسعار. والله لو قلتلكوا الأسعار هتصدموا. المرة دي أنا نزلت جبت كريمة اللي هي شانتيه المتحدة، الكيلو ب270 جنيه. عارفين يعني إيه 270 جنيه؟ يعني ده كيلو. يعني الشكارة وقفت عليا ب2700 جنيه. ادهاني هو بحوالي 2650، نزل لي 50 جنيه بالعافيه. قال لي والله ما ينفع والكلام ده كله. وده كونه جبته الاربع اكياس، الكيس الواحد ب 18 جنيه، يعني يقفوا ب 72 جنيه. شنطه هي ملهاش اي 30 لازمه. اللي انا بعمله بس ما بيطلعش بالتشكيله اللي انتوا شايفينها دي، لازم لها بقى ايه، المكنه بتاعت تكونه ذات نفسها. اما بعمله في صينيه ساده كده، فما بيطلعليش التعريجه اللي من بره اللي انتوا شايفينها دي. شايفين الجرادل الزغنطوطه دي؟ اعزكم الله. الجرادل دي انا جايباها من عند واحد تاني غير الراجل اللي انا جايبه منه. كنت جايبه منه ايه اللي انتوا شايفينه دوت، اللي هو ايه، الشوكليت شيبس والكريسبي. الكريسبي ده واحد ربع كيلو، واحد نص كيلو. والشوكليت شيبس دوت نص كيلو. النص كيلو من الشوكليت شيبس ده عامل 70 جنيه. والكريسبي النص كيلو عامل 80. والربع عامل 40. بصوا بقى لما اجيب انا بقى ايه، الجردل الكامل على بعضه، اعزكم الله، احسن 1000 مرة من ان اجيبه كده. هوريهولكوا انا دلوقتي. بصوا كده معايا، ده اللي هو المحسن البونو. عارفين بقى بكام؟ بقى ب140 جنيه. عشان اللي يروح يجيب محسن جل، وبعدين يجيب اللي هو الاسبونش الجاهز، وبعدين يضيف عليه كمان محسن بونو. طب امال انتوا جايبينه جاهز ليه بقى؟ عرفتوا بقى ان الحاجه غاليه. دي بقى جرادل اعزكم الله لقيتها عنده، قلت له ايه، هاخدها بالمره. خدتها، هو لقيتها فاضيه بقى مش عايزها، رحت قلت له هاتها بقى احط فيها الحاجه بتاعتي. اهو بصوا الكريسبي ده اوفر لي 1000 مره. ده 4 كيلو ونص، اللي هو الصغير ده عامل 380 جنيه. والكريسبي البني الكبير اللي انتوا شايفينه جنبيه ده عامل 310. 4 كيلو ونص. يعني الكيلو ممكن ادربوها انتوا بقى كده، يقف ب 84 جنيه على ما اظن، او 85 جنيه في الحدود دي. انا الكيلو فرط يا جماعه ب 160. انتوا متخيلين؟ اللي انا جبته، اللي هو الفرط اللي انا جبته ده ب 160 من محل تاني غير الراجل ده. لكن دوت كان بيبيعه على ما اظن ب 140، ب 100 ومش عارفه و30 حاجه زي كده. لكن لما انا خدته كان بيبيعه ب 120 على ما اظن، حاجه زي كده. لما انا خدته بقى منه كده، اداني الجردل كله على بعضه، لان انا واخده منه حاجات جمله. ده راجل جنبينا، ما قدرتش اروح العتبه بصراحه، تعبت. قلت مشوار العتبه دوت الواحد مش قادر عليه. الكريسبي البني الكبير ده ب 310، الصغير ب 375. ابص الثلاث جرادل دول، اعزكم الله. بس بصراحه هيوفروا مع الواحد احسن. انا بص لما بروح اجيبه كده بجيبه غالي. جبته من واحد جنبينا والله العظيم بيبيع الكيلو ب 160 جنيه. قلت لا، طب وليه؟ طب ما الواحد يجيب بقى دوت احسن. اهو بص يا لوزه ده، اللي هو بتاع الكب كيك، قالب الكب كيك. انا عندي واحد منه يا لوزه بس اسمر وكبير. ده ألمونيا. الاسمر ده مع الوقت بيقشر. ده لا، انا كده كده بحط فيه ورق. ودي علبه انا جبتها عشان كانت خاطر العلبه بتاعتي اتكسرت. ايه بصوا، دي كنت بحط فيها التوم بقى بتاعي اللي هو المفروم. وقعت اتكسرت، فقلت اجيب لها الايه، النوعيه دي. كانت في منها نوعيه تانية اغلى شويه بس كانت عاليه. اهي اللي انتوا شايفينها دي بحط فيها الشوكولاته. مش زي دي ليها مكان عندي في الفريزر، فلازم ادخلها كده عشان تديني المستوى ده، فاضطريت ان انا اجيب الشكل ده. وخامتها حلوه برضو مش وحشه. بصوا الاسعار حاجه تحزن، حاجه والله العظيم حاجه تحزن. اللي الواحد كان ينزل ب1000 جنيه كان يخرب الدنيا، يقولك ده انا جبت حاجات ب1000 جنيه. ياه، ب1000 جنيه هتشوفوا المشتريات دي هتعدي معايا ايه. هتعدي الحدود دي، هتعدي الحدود. هتروح تحارب وترجع. تنسيش بقى اللايك يا لوزه. كفايه بقى الاسعار يا لوزه. اهو بصي الكوبايات دي، الكوبايات ديت اللي هي اللي عامله زي العلب البلاستيك دي. انا جايباها ال50 واحده ب22 جنيه ونص. واللي هي التشيز كيك المثلث ده جايباه ب33 جنيه، 75 قرش. يعني سيبك من ال75، نقول 33، نقول 34 بتاعت التشيز كيك دي. انا مسكوا بقى ماسكه لكم الفاتوره عشان ايه، اقرا لكم منها، لان انا بصراحه مش هفتكر. ودي القواعد جايباها بالكيلو، جايبه 2 كيلو بقى التشكيله اللي انتوا شايفينها دي.
كبير على صغير على وسط. جايبه كله على بعضه على 2 كيلو. الكيلو ب35 جنيه، جايباهم ب70 جنيه الحبه دول، وفيها حته مقشره اهي. والله العظيم 3 ربنا يرحمنا، الحاجات دي كانش ليها سعر الاول خالص، ما كانش ليها سعر خالص، ما كانش ليها سعر نهائي. ربنا يرحمنا من عنده والله. وعلى فكرة كل ما الحاجة يا جماعة تبقى رخيصة كل ما تبيعي اكتر. طول ما الحاجة غالية انسي ان البيع يبقى كتير، الطلب هيبقى قليل على حاجة. لما تيجي تشتري الحاجة هتبقى ايه، بدل ما كنت بتجيبي منها 5 و6 لا هجيب منها واحدة بس، 2 بس كفاية. كرتونة البيض جبتها وانا جاية عاملة كام بقى؟ البيضة ب4.5، عاملة 135 جنيه. الراجل كان بيلفيها لي بورق استريتش رول، قال لي لا الكيلو بقى ب150 جنيه غالي، راح عاملها لي بالسلوتيب اللي انتوا شايفينه ده. قلت سلوتيب سلوتيب، انا كده ده برميه وده كده برميه، مش هتفرق معايا يعني، مش هنستفاد حاجه لما نخسره، هو كمان مكوي بالنار. اهو بصوا البيضه بسم الله ما شاء الله كبيره. اما تنقوا البيض يا جماعه نقوه كبير، علشان خاطر انتوا عارفين اللي احنا بنحتاج البياض في الحلويات. بص دي مشروخه ازاي بوريها لك، دي بتبقى عليها علامه كده يا جماعه، عامله زي ما يكون ايه، فيها تصدعات زي الزلزال كده. دي ما تجيبوهاش بقى، دي من مجرد ما تتنقر كده خلاص مع السلامه شكرا. انا بقول لك بص دي لو اتخبطت تتكسر، وانت ماشيه في الطريق دي تتكسر منك. بصوا بقى انا الخميره دي اللي هتشوفوها دلوقتي دي خميره فوريه، هوريها لك اهي. بصي جميله جميله جميله، بقت ب65 جنيه. والله العظيم والله العظيم كنت بجيبها ب20 جنيه. انا اتصدمت اما عرفت سعرها. صدقوا بقى ان انا كنت عايزه ارجعها ويا ريتني ما جبتها. اجيب الخميره البيره احسن، اللي هي البلدي احسن 1000 مره. رحت عنده لقيت البتاع ده، قلت له هتربط بيه الاكياس بدل ما بربطها كده اهي. بص بشاور لكم بدل ما اربطها كده. راح قال لي خدي حته، قلت له قطع لي حته. المهم رحت قلت له بقول لك ايه، قال له قلت له انت عايزها، قال لي يا ست خديها. رحت واخداها وانا ماشيه الجرادل دي، مش انت مش عايزها، قال لي يا ست خديها. رحت واخداها، لقيت عيلين واقفين على الباب، بقول لك ايه، قال لي قلت له انت عايز العيال دي، قال لي يا ليله سودا كمان هتاخدي دول. قلت له اي حاجه والسلام، نشغلهم دليفري معانا اليومين دول بدل ما الاسعار غليت علينا. قعد يضحك. قلت طب ما هعمل ايه، طيب همي يبكي وهمي يضحك والله. بصوا ده ورق اللي هو اللي اسمه على ما اظن مش الترانسفير، لا اللي هو الورق الفاكيوم. ده ورق الفاكيوم، ده الواحد ب5 جنيه، جبت 3 ب15 جنيه. بصوا انا ماسكه لكم بقى الورقه بتاعه الفاتوره وعماله اقرا لكم منها، لو شخللت جنبكم بقى معلش ما تزعلوش. بصوا البتاع دي هلفها، جايه بقى تعبانه ومش قادره، عماله تتفك، احطها تفك، رحت متعفرت عليها ورحت رميها. حطيتها راحت مفكوكه، انا ناقصاكي ده الواحد اصلا جاي تعبان ومش، انا جايه لكم بالهدوم بصي اهو، جايه بالهدوم بالبتاع. قلت والله قلعت الطرحه بس يا دوبك، قلت اخد نفسي واخلص البتاع ده قبل ما ايه، لان لو قعدت خلاص انسوا ان انا هقدر اصور حاجه. دي الاكياس اللي هي بتاعه الحلواني، انا كان عندي بس ايه قربوا يخلصوا. على فكره بستخدمهم كتير، انا جايبه الكيس ده ب30 جنيه، بيبقى فيه 25 واحده، بس انا قلت اجيب قبل ما يخلص. بصوا بقى الفينا دي هضحكوا عليا. الفينا دي لما رحت جبتها دي اللي هي البيضه، دي سمره، يعني جايبه 2 بني وواحده بيضه. اداني دي، انا مصممه اقول له لا مش هي يا ست هي، والله العظيم اقول له لا مش هي، ده اتغيرت. المهم الراجل راح قال لي دي ايه، قلت له الاحمدي. قال لي واللي تحت هناك اللي فوق فيينا دي اسمها ايه، قلت له الاحمدي. قال لي يبقى هم انتاج واحد ولا لا، قلت له انتاج واحد بس مش مكتوب عليها فيينا. المهم الراجل فضل يقنعني يا نهار اسود، يا ست خديهم ببلاش مش عايزهم. قلت له خلاص هاتهم طالما ببلاش هاتهم. قال لي اه ببلاش دلوقتي سخونه تاخديها على طول. قلت له ايوه، حد يقول لي ابو بلاش لا يعني، مع اني سبحان الله انا طول عمري ما احبش ابو بلاش. ابو بلاش ده سبحان الله بيذل البني ادم، ربنا ما يذلنا ابدا ويجعلنا في عزه دايما. احبش الحاجه ام بلاش، بس يبقى الحاجه معقوله. فين وفين على ما اقنعني، قلت له خلاص ماشي هاتها. خدتها منه وقلت خلاص كده، ركزت فيها فعلا لقيت كلمه الاحمدي هنا والاحمدي هنا الانتاج بتاعهم، قلت خلاص يبقى دي فيينا. جايباها بكام بقى فيينا دي، السمره ب 230 ودي ب 230، والبيضه عامله 250. بره في حته تانية غير الراجل ده كل واحد بيبيع بمزاجه، بيبيع لك البيضه ب 270 والتانية السمرة بيبيعها ب 250. والله العظيم كل واحد بيبيع بمزاجه، كل واحد بيبيع بمزاجه. دي قواعد 40 في 40، انا جبت منها 5، الواحدة منها ب7 جنيه. انا ما بحبش القواعد دي، ما لقيتش عنده الفلات بقى فاضطريت اخد دي، امر الى الله وخلاص. يعملوا 35 جنيه دول، لان انا دورت على الفلات اللي هي الخفيفة دي لقيت منها مقاسات مختلفة عن المقاسات اللي انا عايزاها دي. قلت مش مشكله، قال لي هبقى اجيبها لك اهو. انا كنت عايزه بقى زي الشكل اللي انتوا شايفينه ده، لان كل ما بتبقى عاليه وتيجي تقفلي العلبه والتورته عاليه ما بتقفلش، بتخبط فيها فبتبقى رخمه، فانا عايزه الفلات ديت. قال لي والله ما في غير دول، المره الجايه شوفي لي بس طلبك اكتبيه وانا بقى ايه
ابقى قلت له ده انا لو جيت عندك هنا تاني، ده انا عايزه له رصاصتين لو جيت عندك هنا تاني، ده انا المفروض ما اجيش، ده انا باجي هنا عندك الدنيا بتتخرب معايا. اهو بصوا جبت بقى القواعد دي بالكيلو يا جماعه، انا جايبه منها 2 كيلو اللي انتوا شايفينها دي بالكيلو، ده يمكن اكتر من 2 كيلو والله، على ما اظن اكتر من 2 كيلو. هو الكيلو عامه ب35، يعني لو قلنا دول 2 كيلو هيعملوا 75 جنيه. اهو الفاتوره بقى في ايد الواحد، وعمال ايه، متنسيش اللايك يا لوزه، لايك وشير وسبسكرايب، اوعي تنسي يا لوزه. دي شنط بقى انا بحط فيها العلبه وبديها ايه للعميل، الشنطه منها الواحده ب5 جنيه. بص يا لوزه، ده ورق ترانسفير بقى، انا جبت الاشكال دي بحبها، الورقه دي ب5 جنيه الواحده، جايبه منها 13 واحده، عدوا كده. بصوا الشنط بتاعه التورته دي مش اي حد بياخدها، عشان تبقوا فاهمين. في حد يجي يقولك لا مش عايز الشنطه، ما اصلها هتبقى ب5 جنيه، هيقولك انا والله حتى بحطها ب5 جنيه زي ما هي، ما برضاش لا ازود ولا نقص، هي زي ما هي ب5 بحطها ب5. ما يقولك لا مش عايز الشنطه، فخلاص حد غيره لا انا عايز شنطه، فبجيبهم احتياطي، اللي عايز شنطه ياخد، مش عايز بياخد العلبه كده خلاص ياخد براحته، عايز ياخد التورته كده يمشي بيها في الشارع من غير العلبه كمان مفيش مشكله، من غير قاعده وياخدها على ايده براحتك بقى، اتصرف انت زي ما انت عايز. بصي زي ما بيقولك انت بتعمليه. اهو بص العصافير ولا الحمامه دي شكلها جميل عجبتني قوي، ودي الارقام وورق الايه، ورق الشجر. اللي وصلت معايا لحد هنا يا لوزه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، اوعي تنسي يا لوزه. الاسعار تخد يا لوزه في ايام ما يعلم بها الا ربنا والله العظيم، يعني ربنا يرحمنا، مش هنقول اكتر من ربنا يرحمنا. هنشيل بقى الحاجه كده، حطها جوه، ايوه كده. انا مجنونه ورق ترانسفير، اجيبه ويشتغل بيها ما يشتغلش. بصوا دي بقى الاطباق بتاعه البسبوسه، بعمل فيها برضو تورت حسب الزبون او العميل او ايا كان المسمى اللي احنا بنقوله، حسب ما بيجيلك بالظبط. شوف العميل بقى عايزها ايه، سعرها كذا، اهي دي برضو نفس القصه 40 في 40. دول عاملين كام بقى؟ فين بقى في الفاتوره يا سمسم، فين في الفاتوره؟ واحده الكراتين دي والنبي انا ما عارفه دي فين. اه القواعد الخفيفه دي الصغيره ب1.5 جنيه والكبيره ب2 جنيه، انما الكراتين بقى اللي هي للتورت دي، اللي هي اللي تحت دي اللي انا لسه هصورها لكم دي، انا مش فاكراها والله، الكراتين بس اللي فاكراها، انما القواعد دي 40 في 40. ال 40 في 40 دي القاعده بتهيألي عامله مش عارفه حوالي 5 أو 6، والله ما متذكره، مش متذكره. انا شايفه الفاتوره هي بس ايه، الارقام طالعه نازله وانا مش عارفه انا كنت واقفه في انهي سطر بصراحه. اهي دي الفاتوره، في اللي كانت عامله ال 40 في 40 دي 5 في 12 ب60، انا جايبه 12، 5 في 12، الواحده ب12 وهم انا جايباهم 5 ب60 جنيه. وجايبه اللي هي الاواعي، بصي دي بقى، دي اللي هي ايه الصغننه دي يا جماعه، اللي هي الجاتوه ب24 جنيه، لان الواحده ب6 جنيه، وانا كنت جايبه على ما اظن 4، والتانية زيها برضو جايبه 4، بس للتورته بقى عاليه اهي، بصوا هتلاقيها عاليه، إيه اما ترتفع معاكي كده هتلاقيها عاليه. دي بقى دي بقى للايه، للتورته. التانية اختها بالظبط نفس المقاس بس الارتفاع قليل، زيها برضو ب24 جنيه، المقاس طالما واحد الارتفاع ما بيفرقش. واللي زيها اللي تحت برضو نفس القصة، على ما اظن 30 في 40 اللي تحت دي. هي ما فضلتش اللي معايا، اللي هي ديت، هي دي 30 في 40. 30 في 40. انا جايبه منها 8 بتهيالي وحدات، على ما اظن 8، الواحده منها ب10 جنيه. يعني بصي الفاتوره بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه محترمه، حاجه محترمه. عارفين الفاتوره دي عامله كام؟ 5796 جنيه. والله العظيم ربنا يرحمنا، الاسعار فوق الوصف، فوق الوصف. يعني عدت في حاجات انا محتاجاها في البيت، يعني مش هنقول ممكن نطلع البلاستيكه اللي انا جايباها ديت، العلبه البلاستيكه، نطلع القالب الكيك بتاعي اللي انا هعمل فيه، كنت جايباه عشان منى حبيبتي قالت لي عايزه كب كيك، وفي حبايب ليا برضو قالوا عايزين كب كيك، فجايباه، فنقول نطلعه من الحساب مش مشكله.
فيعني الواحد مش هيقول غير ربنا يرحمنا. ربنا يرحمنا. ادعونا بقى ربنا ايه يكرمنا ويرزقنا ويخلفنا ايه خيرا من اللي احنا اشتريناه دوت، ويرزقنا جميعا. والله ربنا يرزقنا ويرزق الناس كلها جميعا. والله يا جماعة لما بيبقى الحاجة بتبقى رخيصة بتلاقي العرض، يقول لك ايه العرض والطلب، بيبقى فيه عرض وطلب. العرض والطلب ده يعني ايه؟ تلاقي ايه الطلبات كتير كتير كتير، ممكن تبقى الحاجة رخيصة تقولي ايه ده الحاجة رخيصة، ايه المكسب؟ لا بالعكس، المكسب بيبقى كتير جدا. لكن طول ما الحاجة غالية انسي ان المكسب يبقى كبير، انسي. ليه؟ لان الحاجة غالية، فبدل ما ياخد مثلا واحدة تلات اربع حاجات ياخد واحدة بس. لا انا عايز مثلا 6 تورت، عايز 7 تورت، لا كفاية واحدة بس. بتضطري بقى ان انت تعملي العروض اللي هي بتبقى قليلة علشان خاطر تمشي الجروب بتاعك او تمشي شغلك، ما قدامكيش غير كده. والواحد مش هيقول غير الحمد لله. والله احنا ما بنقولش غير الحمد لله. بس ربنا يرحمنا من الاسعار دي وتقل شوية، لحسن الواحد استوى. وربنا يعين الناس كلها والله، ويعين ستات البيوت ويعين الرجاله ويعين الشباب اللي بتشتغل والبنات اللي بتشتغل. انتوا ما تلاقوش حد ما بيشتغلش دلوقتي، البنات بتشتغل وكله بيشتغل. يلا اسيبكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.